السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حلوين في فيديو جديد من قناة أكلة بيتي. النهاردة هنعمل مع بعض المسقعة بطريقة سهلة وبسيطة، بتمنى تعجبكم. وقبل ما نبدأ الفيديو يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف المقادير. أول حاجة معانا طاسة على النار، هنضيف فيها زيت. أول ما الزيت بتاعنا يسخن هنجيب بتنجانة كبيرة وهنبدأ نقطعها شرايح زي ما انتوا شايفين. هنحمر البتنجان بتاعنا، اول ما ياخد معانا لون ذهبي هنبدأ نقلبه على الناحية التانية. بعد ما البتنجان بتاعنا اخد لون هنبدأ نطلعه وهنضيف باقي البتنجان وهنعمله بنفس الطريقة. بعد ما حمرنا البتنجان بتاعنا هنبدأ نجيب بطاطس متقطعة شرايح رفيعة وهنبدأ نحمرها، واول ما تاخد معانا لون ذهبي هنطلعها. هنكمل باقي البطاطس اللي عندنا، دول كانوا بطاطسيتين صغيرين او بطاطسية كبيرة. بعد ما خلصنا البطاطس بتاعتنا هنجيب فلفل اخضر وهنبدأ نقطعه مكعبات زي ما انتوا شايفين وهنبدأ نشوحه. وبعد ما الفلفل بتاعنا اتحمر واخد لون هنبدأ نطلعه. بعد كده هنجيب الطاسة بتاعتنا اللي حمرنا فيها البتنجان، هنبدأ ننزل فيها ببصلاية متوسطة متقطعة مكعبات، هنحمرها لحد ما تاخد معانا لون ذهبي. اول ما البصلة بتاعتنا اخدت اللون الذهبي الجميل ده هنبدأ نضيف عليها فلفل حار، نص قرن فلفل حار او ممكن تزودوه حسب الرغبة. بعد كده هنضيف معلقتين من الصلصة وهنشوحهم مع بعض. بعد كده هنضيف عصير طماطم، كوبايتين من عصير الطماطم. بعد كده هنضيف كمون وكزبرة وفلفل اسمر وملح، وهنقلب المكونات كلها مع بعض. هنضيف نص معلقة من السكر وهنضيف عليها معلقتين من الخل وهنسيب الصلصة بتاعتنا تتسبك. وبكده الصلصة بتاعتنا تكون خلصت وجاهزة معانا. بعد كده هنجيب البايركس بتاعنا او الطاجن، هنبدأ نرص طبقات من البتنجان والبطاطس والفلفل. بعد ما رصينا طبقة من البتنجان والبطاطس والفلفل الاخضر هنبدأ نضيف صلصة. بعد ما ضفنا الصلصة بتاعتنا هنبدأ نضيف البتنجان والبطاطس ونعمل طبقة تانية من المسقعة زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنضيف باقي الصلصة بتاعتنا وهنضيف عليها حوالي نص كوباية من المية السخنة وهندخلها الفرن لمدة 10 دقايق. وبعد كده هنحمر الوش بتاعها. وده شكل المسقعة بتاعتنا وهي في الفرن، بجد طعمها حكاية. جربوها على ضمانتي هتعجبكم جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.